بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله. النهارده هنعمل طريقة حواوشي المصري. عبارة عن مثلا نص كيلو لحمة، عليها بصلاية كبيرة، ودي بصلاية هي وسط، يعني ربع وشوية كده، ادي قرنين فلفل، طماطماية او اتنين تاخد اللحم بتاعها، وادي جزراية. تمام. البهارات بتاعتها فلفل اسود، ملح، زنجبيل، روزماري مطحون، بهارات حواوشي، بهارات لحمة، ودي حتة جوزة الطيب، بس مش هعملها كلها، هعملها رشة خفيفة كده لزيادة بقى أو لزيادة الطعم تعزيزه. جبن ماكس جبن، ودي جبنة تركي. تمام. يلا بينا. وطبعا كل ده هنكسه، هناخده ونخرطه خلاص، او نبشره، خليه بصل صغير خالص، ما تكبرهوش عشان ياخد سوا، يستوي مع بسرعة ما يقرش. تمام. يلا بينا ننفذ. ناخد البصل ونمرته بالبهارات دهيت. ها، ناخدوه نمرته كويس كده، ندلكيه كده كويس اوي مع بعضه عشان البهارات تتوه فيه. تمام. طبقة بصل وطبقة لحمة وطبقة بصل تانية. تمام. طبقة لحمة وطبقة بصل، طبقة بصل، وادي اللحمة. وناخدهم بقى ونمرتهم كويس قوي كله مع بعض. تمام. والاخر هتحط بقية الحاجة ده متنسوش منها فصين التوم، عشان ده التوم مضاد حيوي وعشان الامراض المنتشرة. خلاص كله ده كده. تمام. ونقلبهم بقى كويس. كده هما عملتهم 4. خلاص كل رغيف فيه واحد. تمام. تحط طبعا بس حضرتك بقى تحشي الرغيف كده وتضغطي عليه. خلاص تضغطي كويس قوي قوي، تضغطي كويس قوي خلاص عشان ما يسيبش بعض. شايفه حضرتك؟ حطيت الجبن اهي. وبعد ما تحطي الجبن تضغطي برضو على الرغيف كده من بره، تضغطي جامد جامد. ماشي، عشان ما يسيبش يفك منك. جامد جامد جامد. تحطي في المادة الدهنية بتاعتك. انا حاطة ليا على زيت بصراحة. تمام. شايفة؟ يلا دمتم لنا سالمين.